السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي في فيديو جديد من مطبخ سام صبحي. يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده هعمل كفتة الحياتي بكل التريكات والتفاصيل اللي هتنجحها معاكي من أول مرة. لأول مرة تشوفي قناتي انزلوا زر الاشتراك وفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، ورايكم في الكومنتات، وما تنسوش في اللايك. ويلا بينا نشوف الطريقة على طول. هنسمي الله. وأول حاجة معايا كيلو من اللحم المفروم. تاني حاجة هيبقى معانا مهمة، وهي دي اللي هتنجح معاك الكفته وهتخليها بالظبط زي ما بتجيبيها من بره. ده اسمه دوش، ده قلب دوش الطري عشان فيه دوش ناشف. هتجيبي لكل كيلو لحم احمر مفروم عليه ربع كيلو من الدوش. تاني حاجه لنجاح الكفته هيبقى معانا التوابل بتاعتنا، فلفل اسمر وملح. مش هنزود اي حاجه تانية، اي حاجه هتضيفيها هتغير طعم الكفته خالص. هاخد بقى الدوش اللي انا جايبه دوت وهبتدي افرمه في المفرمه، وهضيف معاه قطعه من اللحم عشان تساعد على فرمه. انا كده فرمت الدوش لو حابه، لو ما عندكيش الكبه او ما عندكيش مفرمه اللحم وانت بتجيبي اللحمه بتخليه يفرم لك كيلو اللحمه مع ربع الدوش عنده في المكنه. هدعكه بقى كويس جدا كده كله مع بعضه. دلوقتي هنزل بالملح والفلفل الاسمر، ولازم تظبطي الملح بتاع الكفته، دي من التريكات برضو اللي بتنجح معاكي الكفته. لازم ملحها يكون مظبوط. حاولي تدوقي اللحمه وهي نيه استطعمي طعمها. دلوقتي هضيف للكفته بتاعتي بصلتين وسط. لو عندك ميزان هيبقى 100 جرام تفل بصل. بعد ما هفرم البصل ده هصفيه كويس جدا من الميه اللي فيه. بصوا التفل ناشف خالص يا جماعه، مفيهوش. انا هحتاج 100 جرام بس، لان لو زودتي الكفته هتسيب منك من على السيخ بالشكل ده. لو عندك تل او اشتري ربع متر او نص متر تل وخليه للبصل في البيت. بيصفيه بتعصريه زي كده قطعه الغسيل، بيبقى بصوا مفيهوش نقطه ميه. هبتدي بقى ادعك اللحمه كويس جدا مع التفل والتوابل اللي انا حطيته. بعد ما دعكت اللحمه بتاعتي كويس جدا كده هدخلها التلاجة تتشمع نص ساعه، وممكن لو مستعجله عليها دخلها الفريزر 10 دقايق وطلعيها وابتدي اشتغلي فيها. هجيب ميه البصل مش هرميها اللي انا عصرت منها التفل، واحطها في الخلاط عشان تضرب لي معاها البصل اللي انا هلم بيه الكفته على السيخ. هتضربي بصلتين او بصلايه مع طماطميتين، هضربهم كويس جدا ومش هنصفيهم يا جماعه، دي برضو من التركات المهمه. بعد ما ضربتهم كده مع بعض هفضيهم في بوله، هنزل عليهم برشه من الملح ورشه من الفلفل الاسمر. لازم اطعم التتبيله اللي انا هصبع بيها الكفته. دلوقتي بعد ما اللحمه بتاعتي اتشمعت هبتدي بقى محضره السياخ بتاعتي. هاخد كده الكفته قطعه كده حسب الصباع اللي انت عايزاه، وابتدي احط كده في السيخ والم من تحت. اهم شيء اقفل الجزء اللي من تحت دوت، وبعد كده ابتدي افرد في الصباع بالشكل دوت، وابتدي كده اعمل له بقى ايه، اضغط عليه كده من النص بصباعي كده بالشكل ده. السيخ دوت هيتقسم على 3 صوابع او صابعين. ببتدي امد ايدي بقى في الخليط اللي انا عملته واملس على الصباع كده من بره، صباع الكفته بتاعي بالشكل ده. ده بيطعمه، بيديله طعم حلو، بيسويه حلو جدا، وبيديله لمعه صباع الكفته لمعه حلوه قوي بالشكل ده. انا ولعت على الفحم بتاعي ورصصت الكفته بتاعتي. في انا عاملاه بالسياخ وفي عاملاه كده بلفه بالسيخ وبعد كده بخلعه وبحطه كده على الشبكه. اهم شيء الشبكه بتاعتك تكوني دهناها بالزيت بالفرشه، بحيث لما تيجي تقلبي صباع الكفته ما يلزقش فيه. ده شكل الكفته بعد ما خلصتها، ودي الكفته بتاعتي بعد ما حطيتها في العيش. طعمها تحفه. يا رب اكون افدتكم، كل الفيديو عجبكم، متنسوش في اللايك والشير. مع السلامه.